الإحسان جاء في الحديث الصحيح عند مسلم في حديث وصف الإسلام والإيمان. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم يراك ويعلم سرك ونجواك، في الصحراء يراك، في الجو أو في السماء يراك، إن كنت وحيدا يراك، إن كنت في جمع يراك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معنى الإحسان استحضار عظمة الله ومراقبته في كل حال. فما هي المراقبة؟ قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة، وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين بذلك هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله. ومن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه.